يعني تحبين إنه تغيريها أو تكرهيها بنفسك، خلي ما نسميها تكرهيها بس تحسين تسبب لك مشاكل وإزعاجات؟ الأشياء اللي أحبها بنفسي من الأول، الأشياء وعلى رأس القائمة اللي أحبها بنفسي، أنا كلش أثق بنفسي، عندي ثقة بنفسي كلش عالية. حلو. مو اليوم، من زمان. طبعا الحمد لله، الفضل تربية الأهل والطريقة اللي نشأنا بها بالعائلة. يعني ثقة بنفسي جدا عالية، وهذه كانت محفز بالنسبة لي لهواية أمور. عندي إصرار وتحدي. واضح طبعا هذا الإصرار. عندي إصرار وتحدي. أنا ذكرت لك، ما أعرف هسه هو هذا من يشبه العناد تقريبا اللي راح نحكي عليه هسه. أنا إذا أقول أريد شيء يعني أخليه ببالي، الحمد لله يعني تسعين وتوصلين. أسعى. مشيئة رب العالمين. مشيئة رب العالمين. نعم. أكيد طبعا. عندي إصرار وعندي تحدي، يعني ما أنا أعتبر ممكن هاي من عوامل بوجهك مهمة. شيء انتقاد أو رأي أو شوفي، أنا كلام الناس نعم أنا أعرف من منو أسمع. أحيانا يقعد يمي شخص، هذا الشخص رجل أو امرأة، أسمع منهم هواية، أسمع بس أبقى أدقق بكلامهم. يعني أنا مو من السهولة أحد يغير أفكاري أو أحد ممكن يتلاعب بعقلي، صعب جدا. زين. أسمع من المقابل، أخليه يحكي، أخليه يكمل كلامه. بالنهاية هو يحكي، أنا أعرف وش يريد. زين. فآخذ يمر الكلام بإذني، فلترة، آخذ الأشياء اللي أشوفها تناسبني والباقي كله بالتالي أنت وأحيانا أكيد كلام كله أرمي. بمصلحتك. قلت لك أنا أعرف من منو أخذ الكلام. طيب الصفة اللي تحبيها الأخيرة بنفسك؟ قلت لك هو إصرار وثقة وتحدي. يعني هاي صفات أنا الحمد لله والشكر، هاي صفات لازم كل إنسان موجودة، هي توصل للنجاح بصراحة. بالمقابل أطباع مسببت لك مشاكل؟ أطباع مسببت لي مشاكل، عناد. العناد، العصبية، قلة التواصل ويا الناس اللي هم الأهل، الأصدقاء، الأقرباء. البعض يتهم، يعني يتهم. قليل التواصل. أنا قليلة التواصل، يعني أنا مو كلش اجتماعية. يمكن أيضا بسبب انشغالي، وأنا يمكن أنا مو كلش اجتماعية. هم يعتبون علي مو بالذات وهاي السوالف. طبعا هم حقهم. هم حقهم يحسون، يعني يحسون بس إنه لهم حق علي أو من قصد منك أكيد. لا، هو قصور ما متعمد أبدا. بس يعني بالنهاية هو هاي أشياء أنا أتمنى أغيرها. العصبية غيرتها بنسبة 70 إلى 80%. يعني كنت ممكن أتنرفز بسهولة، يعني أحكي قبل 10 سنين تقريبا. هسه لا، صعب جدا. حلو.